تعالوا بقى نشوف ازاي هنعمل الاسبونج البيتي ب3 بيضات، وكمان هنعمله في اللبانة او ممكن تستخدموه في اي حلة، وهنطلع منه كذا طبقة. فيلا بينا نشوف الفيديو. اول حاجة بيكون معانا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وكيس كده من الفانيليا، وكوباية الا ربع من السكر. وهبتدي اضربهم ضربتين كده في الاول لحد ما يدوب السكر معانا، وبعدين هنزل بمعلقة كده من الخل، وتلت كوباية من المية، ومعلقة كده صغيرة تكون مليانة من المحسن جل. وهرجع تاني اضربهم مع بعض. انا عايزة القوام ده يكون مرتفع كده بشكل عالي زي ما انتم ملاحظين مراحله اهيت. وبعدين هيكون قوامه بالشكل ده. شايفين المنقار اللي بيبقى في المضرب وفي الطبق؟ انا عايزة الشكل ده يكون موجود. وللمواد الجافة بقى نحتاج كوب وربع كده من الدقيق، ومعلقتين كده من الكاكاو، معلقة من البودر، معلقتين كده من النشا. كل دي معالق بتكون صغيرة. هبتدي بقى احط المواد الجافة دي يعني على مراحل، معلقة ما ورا معلقة، واضرب لحد ما تختفي. ولو في العجان بنحطه برضو كذلك. وبعدين هاخد الجوانب كده بالاسباتيولا، وهبتدي برضو المها لحد ما اخلص باقي كمية الدقيق معانا. هجيب بقى اللبانة، ودي موجودة في كل البيوت. هبتدي بقى ادهنها كده بحتة كده من الزبدة او قطعة كده من السمنة، وهبتدي بقى انزل كده بخليط الاسبونج، وهضربه كده ضربتين ولحد ما يتساوي بالشكل ده معانا. هدخله فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180، هيقعد من 45 ل50 دقيقة. وبمجرد ما يطلع مش هقلبه فورا، هسيبه يرتاح لمدة 10 دقايق، وبعدين ابتدي اقلبه على شبكة من التهوية او شبكة تكون من بتاعة الفرن الصغير، وابتدي اسيبه لحد ما يتهوى كده معانا. طبعا شايفين شكل ارتفاعه حلو جدا. هنبتدي بقى نسيبه لتاني يوم، وبعدين نقسمه طبقات زي ما واضح قدامكم. ممكن تقسموه 5 طبقات، وممكن 4 زي ما عملت، بس ال4 دول كانوا طالعين سماك شوية، فهبتدي بقى ارفعهم كده كمان، واخد الجزء المقطوع ده اظبطه كده في التورته معانا. بتمنى يعجبكم الطريقه، ولو انتم اول مره بتشوفونا متنسوش بقى لايك وفولو. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير. دمتم في رعايه الله.